الحمد لله رب العالمين، والله ولي الصالحين، وما توفيقي وما اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. معشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم وطاعته، وأحذركم من مخالفة أمره ووبال عصيانه، وأستفتح بالذي هو خير. اللهم افتح بخير، واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، معشر المسلمين، إن من أعظم النعم التي من الله بها على الإنسان وميزه بها على سائر المخلوقات، وجعلها من مزايا تكريمه على الكائنات، أن منحه الله تعالى نعمة العقل. هذه الملكة العظيمة والنعمة الكبيرة التي تقود صاحبها في الحياة نحو النجاة إن وجدت وأحسن صناعتها، والتي يقع صاحبها في الهلاك إن ماتت وأهمل صناعتها. فالعقل هو القائد في الإنسان، وهو الهادي له إلى الحق. ولأن العقل بهذه المنزلة جعله الله تبارك وتعالى مناط التكليف. ولكن العقل الذي نتحدث عن أهميته وخطورته، والذي يسعى كل المصلحين وأرباب الدعوات التي تهتم بالإنسان في صناعته وتكوينه، إن العقل الذي نتحدث عنه هو العقل المكتسب، هو العقل الذي يكسبه الإنسان في حياته. ولتتضح الحقيقة، لا بد أن نعلم أن العقل في الإنسان عقلان: عقل فطري مطبوع جبل عليه الإنسان منذ خلقته، لا يختلف اثنان في أحكامه، وهذا هو العقل الفطري. فالعقل الفطري يدرك أن الموجود لا بد له من واجد، وأن الحادث لا بد له من محدث، وأن الرجحان لا يكون إلا بمرجح، وأن النقيضين لا يجتمعان، وأن البر والمعروف خير، وأن الفحش والإساءة شر. كل ذلك أحكام يتفق عليها كل العقلاء، لأن الإنسان جبل عليها وطبع. والعقل الثاني هو العقل المكتسب، الذي تتكون معارفه وأفكاره من روافد ترفد حياة الإنسان. يتكون من دينه أولاً، من الأحكام الدينية التي يعتقدها، ومن تربيته الاجتماعية، ومن مؤثرات المدارس التي يحتك فيها في حياته،
ومن محاضن التربية التي مر عليها. هذا هو العقل المكتسب، وهذا الذي نتحدث عنه، وهذا هو محل المربين والمصلحين. ويرحم الله إمامنا عليا إذ يقول: رأيت العقل عقلين فمطبوع ومصنوع، ولا ينفع مصنوع إذا لم يك مطبوع، كما لا تنفع الشمس ونور العين ممنوع. هذا العقل أيها الأحبة هو الذي جاء الإسلام لكي ينميه وليحافظ عليه وليهذبه، لأن العقل هذا إن أحسنت صناعته وإن أحسن إعداده صنعنا إنسانا يدرك الخير والفضيلة، وصنعنا إنسانا يكون في عالم الإنسانية. وإذا أسيء استعماله فإن الإنسان سيتحول إلى درك البهيمية. وحتى نحسن صناعة العقل لا بد أن نفهم مقومات صناعته، وأن ندرك مزايا المنتج الذي سنصنعه، وأن نحذر من المحاضن التي تلوث صناعتنا وتسيء إليها. تلك أفكار أسوقها على عجالة في هذا اللقاء مع حضراتكم. أما مقومات صناعة العقل الرشيد التي جاء بها ديننا الحنيف، فأولاً أن تكون مرجعية العقل هي الكتاب والسنة، أن تكون المرجعية هي الوحي، أي يستقي هذا العقل ثقافته، يستقي معارفه نحو قضايا الإيمان، نحو قضايا التربية، نحو قضايا الاقتصاد، قضايا الأسرة، قضايا المرأة، قضايا السياسة، في كل جوانب الحياة ينهل من القرآن والسنة ويحظى بظلة الكتاب والسنة، لأن القرآن هو الذي يهدي للتي هي أقوم وفيه صلاحنا، والذي خلق الإنسان هو الذي أنزل القرآن، له الخلق والأمر، فعالم الخلق وعالم الأمر لا يفترقان. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله عز وجل، أفضل هدي وأعدل تشريع وأقوم سنة عرفتها البشرية في صناعة الإنسان. فأول شيء في صناعة العقل الرشيد أن تكون مرجعيته الكتاب والسنة بفهم أئمة الهدى الذين نقلوا لنا هذا الدين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من التابعين، ثم من الأئمة المتبوعين الذين أجمع المسلمون على إمامتهم وهدايتهم. هذه المرجعية هي التي تصنع لنا عقلا رشيدا. وثانيا إن من مقومات العقل الرشيد أن نجمع في صناعته بين ثنائية العلم والتربية، بين ثنائية المعرفة والسلوك. ليست الغاية أن نجعل العقل مستودعا للمعلومات ثم لا يكون لهذه المعلومات أي سلطان على أخلاق الإنسان وعلى عاداته وسلوكه. ذلك علم لا ينفع، وتلك صناعة بائرة. إنما لابد أن تترجم المعلومات والأفكار التي غرست فيه إلى سلوك وأخلاق وعمل. بمعنى آخر أن يكون العقل الذي صنع على الوحي ومن مرجعية الوحي هو القائد، هو المسير، هو الموجه لسلوك الإنسان ولكلامه ولعاداته وفي كل أحواله. ومن هنا ارتبطت كلمة التعليم بالتربية في كل محاضن التعليم، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم عندما قرن بين العلم والتزكية في مهمة الرسل. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمهمة الرسول ليست تعليما فحسب، وإنما تزكية، فالتعليم للمعرفة والتزكية للسلوك والأخلاق. ومن مقومات العقل الرشيد أن يكون هذا العقل صنع في محاضن سليمة،
في مصانع نقية. إن البضاعة الجيدة لا تصنعها المكنات الرديئة، ولا تصنعها اليد العاملة الهزيلة، فلا بد أن يكون المصنع قويا. إن مصانع العقل ثلاثة: أولا هي الأسرة، فهي أول ما يقوم بصناعة العقل في التربية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى خطورة هذا المصنع في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهما اللذان يصنعان عقله، إما عقلا مجوسيا أو نصرانيا أو يهوديا. ولماذا لم يقل أو يؤسلمانه؟ لأن أسلمة العقل هي الفطرة التي جبل عليها، يحافظون على فطرته النقية. ثم المحضن الثاني المجتمع الذي يعيش فيه والذي يتربى بعاداته وتقاليده وثقافاته. فإذا كان المجتمع قد تربى على الإسلام وعلى القيم وعلى الأخلاق، فإن عاداته وتقاليده وكل نظرات أهله ونظرياتهم ستكون طيبة، ستصنع ثقافة اجتماعية في هذا العقل ليكون عقلا خيريا رشيدا. وإن المصنع الثالث هو معامل التربية والتعليم، وعندنا في الإسلام أعظمها وأخطرها هذا المنبر وهذا المحراب. فعندما يرتقي المنبر من يصنع عقلا رشيدا بدليل علمي ومن وحي الكتاب والسنة، وعندما تأخذ المساجد دورها في تربية العقول وفي تربية الأجيال، ويكون المسجد هو البوصلة التي تقود حياة الناس، وهو المعين الذي ينهل منه الناس أفكارهم وعاداتهم، تصنع عقلا إسلاميا رشيدا. وقد أضيف في حياتنا المعاصرة وفي تطورات حياتنا مصانع أخر كمصنع المدارس والجامعات، فعندما تكون مناهجها ومقرراتها مناهج إنسانية ومناهج أخلاقية ومناهج إيمانية تصنع عقلا رشيدا وعقلا مؤمنا. والمصنع الآخر الإعلام الذي أضحى اليوم أكبر مؤثر في صناعة الإنسان، في التلفزة وفي قنوات التواصل وفي المنابر الإعلامية، فالمسلسلات والبرامج التعليمية هي التي تصنع الإنسان اليوم، تصنع ثقافته، تصنع فكره، تصنع محابه ومكارهه. فإذا كانت هذه المحاضن التعليمية والإعلامية محاضن إيمان، محاضن أخلاق، محاضن إنسانية، صنعت العقل الرشيد. والعكس كذلك صحيح، إذا تربع عليها من سيفسد الإنسان وبمحاضن وبمواد سيئة ستصنع إنسانا سفيها. هذه مقومات صناعة العقل الرشيد. وإن المنتج الذي نرجوه من هذه المصانع أو من هذه الأدوات أن تخرج لنا عقلا له مزايا مختلفة عن العقول الأخر. أول مزية له أن العقل الرشيد الذي صنعته هذه المحاضن السليمة عقل مؤمن ينظر إلى الآخرة، يجعل الآخرة والنجاة فيها والفوز فيها هي محركه في العامل. تأمل لماذا قرن النبي عليه الصلاة والسلام بين الإيمان باليوم الآخر وبين كثير من القضايا السلوكية والأخلاقية. يعني على سبيل المثال، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ما آمن بي من بات شبعان وجار إلى جنب جائع. كلها قضايا أخلاقية، قضايا سلوكية في المجتمع، ولكنها ربطت بالإيمان بالله واليوم الآخر. العقل الرشيد عقل ينظر إلى الآخرة، نعم يأخذ حظه من الدنيا، لكن محركه ودافعه للعمل أن ينال
ينال رضوان الله عز وجل وأن ينجو من الآخرة. ومن مزايا العقل الرشيد أنه عقل ينظر إلى الكليات ولا يهتم أو لا يقيم كثيرا من الخلاف في الجزئيات. الكليات التي جاء بها الإسلام: حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ النفس، وحدة المسلمين، أن يكون الاقتصاد سليما معافى من الربا وغيره. هذه كليات تتفق عليها كل المدارس الإسلامية وكل التوجهات. فالعقل الرشيد عقل يقف مع الكليات ولا يحدث صراعا ولا حلبة ملاكمات في فروع جزئية تختلف فيها المدارس وتختلف فيها المشارب كآليات. عقل يقف مع الكليات. والعقل الرشيد من مزاياه أنه عقل يقف مع المقاصد لا فقط مع الأحكام. يعلم أن الصلاة مقصدها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأن مقاصد الزكاة تطهرهم وتزكيهم بها، وأن مقاصد الصيام لعلكم تتقون، وأن مقاصد الجماعة مثلا وحدة المسلمين إلى غير ذلك. فهو يسعى لأن يحقق المقاصد من خلال الأحكام، لا أن تكون الأحكام عنده أجسادا لا روح فيها وشجرا لا ثمر فيه. تلكم هي عبادة وأحكام الذي لا يفقه سر الشريعة، الذي أخذ الدين تقليدا وإرسا ولم يأخذه بناء صحيحا. العقل الرشيد من مزاياه أيها الأحبة عقل ينظر إلى المصالح والمآل، يضع نصب عينيه مصلحة الأمة، مصلحة الدين، مصلحة الجماعة، يتربع على عرش المصلحة العامة ويترفع عن المصلحة الخاصة. لذلك يزن كلمته التي سيقولها وفعله الذي سيفعله وسلوكه الذي سيسلكه. إن أحدث هذا القول أو هذا الفعل أين هو موقعه من مصلحة الأمة؟ رب خير تفعله فيمزق الأمة، رب كلمة حق تقولها فيكون مآلها سوءا. فلا ينفع أن ننظر إلى المنطلق فحسب، بل لابد أن ننظر إلى المآل. وهذا ما تعلمناه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال لعائشة: لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لأمرت بهذا البيت أن يهدم. نظر إلى المآل. لا أريد أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. نظر إلى المآل. هذا هو العقل الرشيد، عقل يحتكم إلى المصالح ومصلحة الجماعة، نعني المصلحة التي جاء بها الكتاب والسنة والشرع. ومن مزايا العقل الرشيد أيضا أيها الأحبة أن العقل الرشيد عقل جمعي يطلب الخير بدليل ولا يقف مع الترهات. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. وأخيرا العقل الرشيد محله من الإعراب فاعل مرفوع دائما ولن يكون مفعولا به على الإطلاق. إن العقل الرشيد حيثما وجد أثر في الآخرين وفعل فيهم، نقل إليهم رشده، نقل إليهم خيره. أما العقول الإسفنجية التي تشرب كل ما يسكب عليها وتتلون بلون الإناء الذي توضع فيه، تلك عقول سخيفة، عقول تافهة، ليست هي العقول الرشيدة. هذا المنتج بهذا المزايا هو الذي نريده في ديننا وفي إسلامنا. وإذا كان هذا المنتج أيها الأحبة هو العقل الذي نسعى إليه، فإننا بالمقابل نحذر من أن تنتج مجتمعاتنا عقولا سفيهة. العقل السفيه عكس الرشيد. تراه عقلا دنيويا رضي بالحضيض، همه في الحياة أن يأكل ويشرب، لا ينظر إلى المعالي ولا إلى القيم. أو أن يكون عقلا جاهلا ليس عنده من العلوم والمعارف، عششت به الخرافة وعششت به الأساطير. أو تراه عقلا إباحيا لا قيم ولا أخلاق، إنما ينشر الرذيلة ويحث عليها ويرعى أربابها. أو تجده عقلا إمعة يتبع كل ناعق بلا دليل ولا هداية، وهذا هو العقل السفيه. ويا معشر الأحبة، إن العقل السفيه بضاعة رائجة في سوق الطغاة. إن العقل السفيه بضاعة يصنعها الطغاة والظلمة. لذلك ما تربع على
على عرش الحكم ظالم ولا طاغية إلا وحارب العقل الرشيد، وحارب محاضن صناعته، وزكى ودعم العقول التافهة الساقطة السفيهة. لذلك عندما كنا في زمن الطاغية كنت ترى المناهج التربوية والمناهج التعليمية والإعلام المنحط والثقافة المجتمعية حتى الأسرة أفسدها لكي تنتج عقلا سخيفا سفيها. أنتجت عقلا يعشق الظلام ويكره النور، يعشق العبودية ويكره الحرية، يمجد القاتل ويسيء للمقتول. هذا العقل هو الذي صنعه الطغاة، والعقل الرشيد هو الذي نسعى لصناعته في دولة الحق والعدل، في دولة الإيمان، بعد أن أكرمنا الله عز وجل بالنصر وبإقامتها. لذلكم شتان بين عقلين، بين عقل مستنير بنور الوحي وبين عقل يقبع في ظلمات الجهل والخرافة، بين عقل يسعى للقيم وللمعالي والإصلاح وبين عقل في حضيض الرذيلة والإباحية، بين عقل يسعى للمصالح العامة وبين عقل همه مصلحته الخاصة، بين عقل يعفو ويصفح وبين عقل ينتقم ويقتل، بين عقل يسكن في الرأس وبين عقل يسكن في البطن والفرج. شتان بين عقلين. لذلك نقول بإذن الله ذهب زمان العقل السفيه وذهبت دولته وذهبت محاضنه، ومعا لنسعى أيها الأحبة لصناعة عقل رشيد. نعم، لن يكون بعصا موسى ولا بكن فيكون، ولكن الميل يبدأ بخطوة. فأعينوا دولتكم وأعينوا حكومتكم وابذلوا ما عندكم أيضا لنصنع عقلا رشيدا في أسرنا ومجتمعنا. ما أحوجنا اليوم إلى العقل الرشيد الذي يقدم مصلحة الوطن على مصلحة الجماعة، ويقدم مصلحة الأمة على مصلحة الخاصة، ويدعم العلم والإيمان والأخلاق، ويحارب الرذيلة ويحارب الخنا. هذا العقل الرشيد قوام الدولة وقوام الحياة، وهذا ما نصب إليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. أوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم وطاعته، وأنهاكم عما نهى عنه وزجر. وصلوا وسلموا على سيد البشر. اللهم صل على نبينا محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الأفاضل، قبل أن أصعد إلى هذا المنبر جاءتنا بشارة تثلج صدر كل مكلوم وتفرح كل حزين وتبشر بعدل الله تبارك وتعالى. فما استطعت أن أفارق هذا المنبر قبل أن أعلق عليها، ألا وهي خبر اعتقال المجرم السفاح أمجد يوسف الذي قتل الأبرياء في مجزرة التضامن. فله الحمد والمنة أنه صار في قبضة العدالة لينال جزاءه. وعلى عجالة، وأعلم أني أطلت، ولو كان الخبر باكرا لجعلت موضوع خطبتي عليه. أقف مع أربع رسائل على عجالة. الرسالة الأولى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ظنوا أن عدل الله لن يصل إليهم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وإننا لنرجو الله تعالى كما أكرمنا بالقبض على هذا المجرم أن يكرمنا بالقبض على كل المجرمين، وعلى رأس المجرمين الهارب الكلب بشار الأسد. وثانيا، رسالتي الثانية إلى أمهات الشهداء، إلى الأمهات
اللواتي احترق قلبهن برؤية أبنائهن يحترقون في مجزرة التضامن. لم يذهب الله الدعاء سدى، ولم يذهب الله دعاءكم سدى، فهذا برد لقلوبكم، وإنما وعد الله من أجر يوم القيامة على صبركم واحتسابكم أعظم، وإنما يدري جرحكم من ذاقه. نحن الذين عشنا 15 عاما في إدلب العز وما حولها، تحت القصف، تحت الدمار، تحت الشهداء في الأنقاض، هجرنا وأوذينا، نعلم ما يعني أن تفقد شهيدا، ما يعني أن يحترق أهلك، ما يعني أن يسحق أحبابك في سجن صيدنايا، ونعلم ما هو برد القلب عندما يقع مجرم بين يدي هؤلاء. ورسالتي الثالثة إلى حكومتنا الغالية وعلى رأسها رئيسنا السيد أحمد الشرع: لقد خبرناك في الحرب والسلم، ونحن نعلم منذ زمن، ليس منذ اليوم، منذ 10 سنوات ويزيد، نعلم حرصك وإيمانك وعدلك، وهذا ليس محل شك عندنا، ولكن أمانة نضعها في عنقك، أمانة نضعها في عنق الحكومة: لا تسامح المجرمين، لا تسامح القتلة. من قتلنا بسلاحه، ومن قتلنا بماله، ومن قتلنا بفتاواه، ومن قتلنا بخطبه، وبعضها كان على هذا المنبر: لا نسامحه ولن نسامحكم إذا سامحتموه، ولن نسامح إذا سامحتموه، فإن الحق تنتظره قلوب مكلومة، وأمهات دامعة، وجراح نازفة، وعلقنا الثقة بكم. والرسالة الرابعة إلى تيجان الرؤوس وإلى أصحاب الفضل بعد الله، إلى رجال الأمن: نحن من عرفناكم في إدلب يوم كان شعار تأسيس جهازكم: لن تسجل جريمة ضد مجهول، وصدقتم، واليوم على مستوى سوريا تضربون أروع الصور، فسلام عليكم. وأختم بهذه القصيدة التي كتبتها لرجال الأمن منذ سنوات، وحق أن تقالها هنا وفي هذا الموقف: رجال الأمن يا درع البلاد، ويا حصنا منيعا للعباد، ويا ترسا تحصن فيه شعبي، إذا بالسوء طاوله الأعادي، ينام الناس في أمن وأنتم على ظهر المخاوف في سهاد، إذا ما استنفر الأبطال داع هرعتم كالأسود إلى المنادي، وقدمتم من الأرواح مهرا ليحيا في أمان كل نادي، وينقشع الظلام بنور عدل، ويقلع جزر أرباب الفساد، فكل فضائل الساعين خيرا فروع، والأصول ذو الزناد. غبار نعالكم عطر أصيل، وماء جبينكم فخر التلادي، ونزف جراحكم شرف عظيم، ودين في الرقاب بلا سداد، فأنتم كهفنا إن حل خطب، وماج الناس خوفا كالجراد، فمن سلوا لنحركم سيوفا، وساموا زرعكم سيف الحصاد، وأغراهم ومناهم حقود، وقد ركنوا لسين أو لصاد، ألا فليسمعوا منا خطابا، ألا فليسمعوا منا خطابا، حروف بيانه نار اتقاد، رجال الأمن خلفهم رجال جبال في الصلابة والعناد، إذا شنوا الإغارة في صباح ونادوا حي، ونادى الداعي حي على الجهاد، تهادى جمعهم شرقا وغربا، جياد مائجات في جياد. فبشر
من يعاديهم بموت، ولبس نسائهم ثوب الحداد، رجال لا يهابون المنايا، كأن قلوبهم صخر الجماد، تراهم يعشقون الموت عشقا كما عشق ندى زهر البوادي، فإن شاءوا يدك الصخر دكا يصيرها كحبات الرماد، فويل من أرادهم بسوء فدون غلابهم خرط القتاد. ألا إنني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. أعلي مولانا كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد بإسلامنا خيرا فوفقه إلى كل خير، واجعل النصر والتأييد والتوفيق على يديه يا رب العالمين. اللهم اجعل شامنا دار أمن وإيمان، وأهلها وسائر بلاد المسلمين أجمعين اللهم اجعلها دار عدل ورخاء يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك الذي ملكته أمرنا ووليته علينا لما تحبه وترضاه، ولما فيه خير العباد والبلاد. وصل وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.